استنوا قبل ما تبتدوا في الكحك، اوعوا تعدوا رمضان من غير ما تعملوا وصفة القطايف دي، بجد رهيبة. هتلاقوا نفسكم خلصتوا الصينية وانتوا قاعدين، خفيفة وسهلة ولذيذة. طبعا القطايف كده كده تعتبر مستوية زيها زي الكريب او البان كيك، بتبقى طعمها حلو قوي كمان مع الحشوات اللي هي زي الشوكولاتة والحاجات دي. فانا هبتدي اقفلها كده نص قفلة. في ناس بعد ما بتخلص قفلها نص قفلة بتقليها، دي حاجة ترجعلك. انا حبيت طعمها كده والولاد كمان حبوها جدا، وكمان خفيفة، مش مقلية في الزيت ومعاها شربات او عسل فتحسي ان هي تقيلة. لا كده خفيفة زي عاملة زي الكريب بالظبط. انا هنا جبت القطايف اللي هي العصافيري الصغيرة، بتبقى شكلها اشيك، وكمان الواحد ياخد واحدة كده على بق واحد، بتبقى طعمها حلو وبتبقى لذيذة قوي. هنا ممكن تحشيها اي حشوة انت عايزاها، ممكن تحشيها قشطة، ممكن تحشيها لبنة مثلا وزعتر او لبنة وزيتون، ممكن تحشيها اي حاجة وتحطيها مثلا مقبلات مع عزومتك كطبق حادق. ممكن تحشيها جبنة فيتا، ممكن تحشيها اي نوع جبنة كيري، ممكن تحشيها اي حاجة انت حباها. انا النهاردة هحشيها نوتيلا، وهحشيها البيستاشيو. كمان ممكن نحشيها كريم شانتيه او كريمة لباني زي ما انت حبيت اضيف برضو نكهة حلوة مع الصوصات بتاعتي زي المكسرات. النوتيلا ممكن نضيف لها مكسرات بندق، او لو مش متاح عندك ممكن سوداني. البيستاشيو طبعا هيبقى احسن حاجة معاه هو الفستق. وبس كده هنحشيها بقى زي ما احنا عايزين بالصوصات بتاعتنا او اي حاجة زي ما احنا اتفقنا، وتبتدي تحطي عليها المكسرات لو عندك، بتعزز بس الطعم بتاعها وبتديها كده طعم غني وريتشي، فزي ما انتي حابة تعمليها. وبس كده اسهل طبق حلو هتعمليه في رمضان، هتعمليه قبل الفطار بنص ساعة، ووعدك هيخلص بعد الفطار ب5 دقايق بس. احلى قطايف بالنوتيلا والبيستاشيو. كمان ممكن تحطوا بدل البيستاشيو كنافة بالبيستاشيو او كنافة دبي، هتبقى حلوة ولذيذة جدا. وممكن كمان تحشوها باللوتس وبصوص اللوتس، وهترشوا عليها شوية من بسكوت اللوتس، هتدي طعم وتست تحفة. لو لسه متابعيني ولسه متابعين الفيديو بتاعي، ياريت تعملوا فولو عشان توصلكوا كل فيديوهاتنا الجديدة.